أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم يا ميسر كل عسير ويا من لا يحتاج إلى العسير فإن تسهيل العسير عليك يسير. سهل علينا بفضلك وكرمك يا ميسر. ربنا زدنا علما وفهما وتمم لنا بالخير يا الله ويا رب العالمين. اف درزا هاني درسا چلو ددوية جي كتاب الفوائد الضيائية كمشهورة دنافا فقية دا اري ملا جامي. فالعدل حكيك عدل معلومة ما بيشي قوت أسباب منع صرفه نهن او بالشعر مجمارت ما قو عدل ووصف وتأنيس ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب. إجا حبو تي بتشواي دبن علت دمنع صرفه دا دبن سبب منع صرفه او شروط وان چنه نه سببيتا وان منع صرفه دا او هر حبكي شرطي وي چنه كوان شرطا لجيبن تديوي ببس سبب جيبو دمنع صرفه دا كو اسم ببا غير منصرف. إذا دبي فالعدل عدل شيء تعريفاوي معناوي باصطلاح محاطة خروجه عن صيغته الأصلية. عبارة ابن حاجب خروجه عن صيغته الأصلية. خروج اسمه درخستنا اسمه انا بهم دركتن ياجي دركتن اسمه جسيغة و اصلي. تمام بقى صيغة و اصلي كي جاية اكو اصل قاعدة دخاست لسريبة مثلا مثلا ثلاثة مثلثة ثلاثة او صيغة و اصلي جيرة دي ثلاثة معلومة تديجة عدل ايك اصلي محقق ب جيرة دي عدلة تحقيقي قابي ايكم تنبه فرزي جيرة اصلك مثلا عمر الزفرة عمر عامر ناتن بيجي مثلا اجبو قاعدة خرانة تنيري عرب غير منصرف خندنا ايه غير منصرف جي دو سبب تذهبن ايه عمرات النيرية بتذهب بارز ظاهر علم ايه دو اشي نيرت وزر الفعل نابه تأنيس نابه تي كيجا دانا بري جمع نابه ها دنافا فان اسباب هذا ايكو بصلح ببه يعني علتي تيكا ببه تاكيشي وي ايه عدل. أنا فرزا تدي تقديري يعني فرزي أصلك ورد تنه أم ورد شيء تكنش محافظة قاعدة أم شيء عمره معدولة جعاميرني زفرة معدولة جزافيرني. تمام دمك فالعدل خروجه أي خروج الاسم عن صيغته الأصلية. إذا كان أفعل سر فالعدل أريرو نرجع من أي فاي جبو تفسير يا جبو تفصيل يا تفسير يا تفصيل. معلومة دي بيشيدا مقوت اف دبن أسباب منع الصرفين ها إجا إزاحة ياجي تفصيل وان هم بيانه وان هم بيان شروطه وان
بله. تمام. دمكي دبك جبو تفسير يا تفصيل. تفصيل دركن هذا تفسير تزاني إيضاح ده بيتر ذكرن. تفصيل ise تفصيل ما أجمله يعني في مقام تعداد الأسباب. بله. تشتي كد مقام ورده عدل هو وصف وتأنيس ومعرفة جو مجملا قوت أيجاد فردا دها وقت بيت دتايلي أريك من بين سد زمان إن شاء الله تشيبو إجا تدي إنه أساس في جبو تفسير عدلي هم عدلي وهم أخواتي عدلي إيه وين شاف لازم التي تد مثلا بشتي عدلي ده بقالة وصفي بك والوصف اف شرطي اف والوصف وان التي كنت تدورا بين عطفة بسر العدل جيبوا كتير كذا بني في شمسية في يعني بما التفسير جوي تشتي وان التي تيك ازت خلاصة ما بيشيدا ذكر كده لبلي لاري دبي الفاو لتفسير العدل واخواته او ترجيح التفسيريات كقالين جيبوا تفسير عدلي واخوات عدلي معنوي اوجع عطفه بسرفان اي بياني نفسي مفهومي السببي تلك السبب شيء معنى سبب شيء ان سبب عدل ضمن عصر فيدا معنى سبب بيان بك اري يجي او شرط تاثيره يا تبي وعليتي يا هم بنيات مفهوم سببي يجي هم سببية وهم شرطي سببيتي اوجب مانعة الخلوة ها يا اف يعني اريك غالبا نشك وتشكيك مانعة الخلوة يا اف يعني صرف ماهيتها سبب الذكر بك يجي هم سببيتاوي كل واحد جوان وتبلي شروطه شبو ان شاء الله اجا معلومة عدل دو لغة مصدر نه عدل يعدل فعلاوي الوزن فعل يفعل وقت ضرب يضرب عدل عن الطريق مال عنه نه يعني الري ميل بو ان شاء الله تشيبو كما ريمش جيكي ميل بفبال جيكي ما او يضلو غتا تيغوتن عدل لذي اصطلاح ده او تشتك ابن حاجب قو مصنفه خروجه عن صيغته الاصليه اجا سعد الدين داجي وديت ود غيري وداجي اصل اول كمناسبه دنا بين معنى لغوي ومعنى اصطلاحي ده تشاهد يعلم أن الصرف في اللغة التغيير وفي الاصطلاح تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة نه تحويل التحويل يجي تغييرك فهم كيف؟ هل نقدر تدي تغيير ونما التحويل يعني بنا بين وضع عموم وخصوصا مطلق مادك اجتماعي مادك افتراقي هل تحويل تغييره أما هل تغيير نتحويله تفهم كده يعني مناسبة هي إذا فردا جدنا بين معنى لغوي ومعنى اصطلاحي ده مناسبة هي رونيا شعبين إن شاء الله تشيبوا فالعدل مصدر مبني للمفعول مصدري بنا مفعول معلومة تدي مصدري بنا فعل هي مصدر بنا مفعول هي حاصلة بالمصدر هي وري ما تشوى دسري جامية دا بعض الحمدودة اگر بيراوه دينا ازاح كردور دا بو اجا افدفر داجي مصدري بنا مفعول ايك مصدري بنا مفعول بمعنى وجد بچه اي كون الاسم معدولا أي كون الاسم معدولا كون اسمه معدول تدي اشترفه يكيفا معلومة صرفه
ها تبع عدول كرن ببال غير المنصرف تيما خروجه دي قال بك زي بقرب سري أي خروج الاسم أي كونه مخرجا أساس مشكلة هي ندر كتب ميداني يعني نبهي در كتب ميداني خذ اللفظة كنت تبي فالعدل خروجه مشكلة بفردانية ملا جامي أني تليكا خد أني سر نقطة تيك مشكلة بروبلم تداية إشارة بالوي باكر شوا ليه تيجو عدل كونه اسمه أفيام مصدر بنا مفعول خروجه وكونه مخرج أتشما ورا التفسير نقطاكي خوشك تدا هي إشارتك خوشك تدا هي دقاطة ما ببالور باكشاد يعني ورا أما جاوي غرضا ملجامي جبه تفسيري كنت به كون الاسم معدولا أو كون الاسم مخرجا كونه مخرجا أما جبه كالم دفع احترازك كوارد بسر مصنفي دفع واحترازك لعدل عدل متعدية كالم عدل نا خروجه عدل نا خروجه نقول أنا خروجه بقول إخراجه عدل متعدية أنا قال بقول أنا شيء بقول أنا إخراجه نا خروج شنك عدل متعدية وريه عدل متعدية خروج خرج يخرج خرج من الدار لازمية تفسيرها متعدية بلازمين هاي تكرر بيكرر خطأ غلطة إيه لازم أشيرها إجا قالبك كده ولا أم تاخذ قالبك إن شاء الله تشيبه أجا حاصلي بأبد عدل قو مصدر بنا مفعوله يعني اشترى في يكيمة كورة عدل كرن أري خروجي بمعنى كونه اسم مخرج ليه يعني ايوه شاخي تفسيره متعدية ذباب متعدي عدل كونه اسم معدول خروج كونه اسم مخرج بتعبيرك يدل تاهو بيجي عدل متعدية وصفة متكلمة خروجي سه صفة اسمه تيجوا لازمية وصفة اسمية كالمة إن شاء الله تشيبوا تفسيرها صفة تشتكي بصفة تشتكي دل ناي تكر تفسيرها صفة تشتكي بصفة تشتكي دل ناي تكر كالمة جبوك ناي كرن أنا تشواكر أري دول دقو العدل كون الاسم معدولا وخروج يجي قو كون اسمه مخرج كون اسمه مخرج إيه ببين تقديرها هاني هردو جيبون صفات جي اسمه ركو ببين تقديرها هاني هردو جيبون صفات اسمه كون اسمه معدول كون اسمه مخرج يعني بمار هردو ريك يعني احتراز بده شكل هذا تكرر ما إفادة كرنا ولا نحو جارة دين تكرار كل شيء قيد فيه نحو تكراري أجر قام يكون وقيد لكنا ما تكرار بكنا حتى شيء فكرته قصور ده الشيخ عبد السلام حضور وذا والله بقيدان ضباي ها يعني اسبر لا نبجو خويدان ده التعذيب زي خويدان مثل قاشي التوبة عبد السلام وانا يعني هيك حقيقة بخش بكنا إذن في مصدر جانا مريض بنا فاعل مصدر بنا مفعول هي مصدر بنا فاعل مصدر بنا مفعول هي وري أين زمان ليه مثلا خلق بمعنى مخلوق خلق بمعنى مخلوق تقدر رجل عدل بمعنى عادل
يك بمعنى اسم فاعل، يك بمعنى اسم مفعول. أري مصدر بنا فاعل آيري تشتكى، مصدر بنا فاعل وبنا مفعول آيري تشتكى. إذا مصدر بخو بدي أديسا توبكم مصدركم بمعنى اسم فاعل به يا بمعنى اسم مفعول به آيري تشتكى. مصدركم بنا فاعل به يا بنا مفعول به آيري تشتكى. دايما دناف دا بلكي سانكي وكفن يا نزيكي همن برافيا نذكرن. مصدر بمعنى اسم فاعل، مصدر بمعنى اسم مفعول. بو إذا مصدر بنا فاعل مصدر بنا مفعول أب آيري شو آيري شاف فرق النظر وانتا مصدر بنا فاعل يا مصدر بنا مفعول ذات وصف تبتدأ ملاحظة ذات ووصف. ليه؟ مصدر بنا فاعل ضرب معنى ضارب ذاتك ثبت له الضرب، ضرب وصفك ذات وصفات تبتدأ ملاحظة لمصدر بنا فاعل يا بنا مفعول أو ملاحظة ذات وصفات تبتدأ كالب ملاحظة وصفتني ملاحظة وصفتني أفرق بين وانضع ضربية ومضروبية بل يعني لا مصدري بمعنى اسمه فاعل به، مصدري بمعنى اسمه مفعول به. أفهردوجي شو اسمه بمعنى اسمه فاعل شو معنى؟ يعني هم ذات هم صفات تبتدأ تقول لحد كده. ليكو مصدري بنا فاعل أم بيجن أم مصدر بنا فاعل حمد مصدري بنا فاعل حامديات بني حامديات أفتشتها أفوسط مصدر بنا مفعول حمد محموديات دقاتك وصف تاني تقدر تقول لحد أول ده ذات وصف في هذا وصف تاني تيتا ملاحظة إن شاء الله تشيبو دائما تشتي كتفسيرا تدي عدلي كرب كونه اسم معدول أجا فا عبد الغفور دبيتشي فا إذا كان الأمر كذلك يصح تفسيره بالخروج لأن مفهومه أعم من أن يكون مستندا إلى الإخراج. فيكم أقول خروج كونه اسمه مخرج شك مستند ببال إخراج بابا يكيوي درخست به أو لا يانا أو درك دي وقع عن درس بريفيا درس بريفيا ما قو ده حقيقة أو كده مثلا شبو ألا يجوزوا أي لا يمتنعوا يقول ما لا يمتنعوا ما وجود تاني أو وجود شيء تاني واجبي به شيء جائزي أمشي عين ورا كنت أقول كونه اسمه مخرج ده شيء شيء مستند بالإخراج مخرج آية كيفابه شجي بخبه تشوابكي جائزة إبادة عدل أبه مستند بالإخراج باي إيجي بلا معنى خروجه كونه اسمه مخرج مستند ببال إخراج بابا روني شيبو إن شاء الله أري ليه مفهوم خروجه بو عامها شو بإخراجه به تجي بنفسه خب أما ليه أقول بجا وإن كان المتبادل الخروج بنفسه ليه خروج هذا تذكر كرن تشتيك بزينا مرف معناه لازمية إلكم خدري أجا شندد أصلي خدا متبادل أفجي لكن معنا ويبو شو بنفسه خدري شو يك وإخراج بك أبجي بردا بابي خروج الاسم إجا عبد الغفور دي ساد برداد بيجي خروج الاسم عن صيغته الأصلية بني اسم عبارته همج صيغية همج مادية همج هيئتية تمام أنا بلا عبارتش تماية تربي أبياء صيغة دري صيغة جزء معنوية يا كل جزء درناي كل جزء درناي
مجبور تأويلك لازم نه آجا لاري خود جي راضي به دبي أي خروج مادته مادة اسمه مادة اسمه وان حروف معلومة جنابي شما أمور مضاف مقدر دكن دبي إذ لا يتصور خروج الكل عن جزئه نه دبي يكتب شما ما هو تفسير دكن هي مادة داتين السري شكل خروج كله كو اسمه اسمه او اسم عبارة اشتياج مادة صيغة هم صيغة هم مادة ايه جزء ونابه جزء وصيغة تانية جبل وين امتنان ها او تفسير ذكر بماضي يعني ام مضافة لسري مقدرتك افجي برده لما خروجه اي كونه مخرجا عن صيغته الأصلية جي صيغة وي أصلي بني رونيا شعبي من ذفردا يا تشد تعريفها بن إلا الذي مر تكلفات تدخل قيد ده مثلا مقدر كتدا جيبوا التعريف بفا جامع أو بفا مانع أبي أصولا أو التبع يكتب عن صيغته الأصلية جي صيغة يعني صورته خوي أصلي أكر وربا صيغة أصلي يعني احتراز وارد يسمى احتراز سحر غير مصرف غريبة نه سحر غير مصرف غير معدول عدل تدعي عدمية عدل معدول السحرة السحرة إما صيغة أصلية السحرة السحرة يعني ألف لام دخلة وان مادة حروف ويدا تنة وري إيوك سحرة نكتم بري تعريف نبو جامع تعريف نبو جامع إجا شواكت أمي بيني قو أي بس شو سر ويجي وارد به ما صورة أمي دم عليه واحد صورة حقيقي حقيقي صيغة حقيقي وصيغة حكمي قال إن شاء الله تشوفوا دم مراد بصورته چه صورت حکمی بکالمن نه چه حقیقی ایوه شاخه ایوه سحر قام ده معدوله السحر اجبري دلنا كتب رايح ان شاء الله تشيبوا لما تفسير صيغه بالصورات چونكي صيغه جانا تيسر كلمه له هيئته وهيئتها لبيدك مثلا ضربت صيغه ماضي حركة من المرادة فردا مقصود هيئته أو صورة مجرد جماد أنا قال مجرد جماد أي صورته التي تقتضي الأصل والقاعدة أن يكون ذلك الاسم عليه نه أصل قاعدة دخازة كل سرب أصل قاعدة السحر ده مجو ناخذك السحر به في الفلان دخله وتنة ده خارج ما ضوي شو إن شاء الله ها تيما أني صورة ما تعميم خصة صورة أو صورة حقيقي به أو صورة حكمي بقالب أصل قاعدة أصل يعني وضعه لغويها لغتها واضعة شوادان وضعه إلا لغوي قاعدة جا كنت بيت خازة قاعدة جي إيه اصطلاحي إيه اصطلاحها نحاة إن شاء الله تشيبوا إجا هنكاجي تبي أصله قاعدة ورد خازة شو قاعدة جي عطفو تفسيرج أصله يعني بمعنى إيه اصطلاحي فعم كل قالب أصله قاعدة دخازة لسر ويبة أي ولا يخفى
أن صيغة المصدر ليست صيغة المشتقات. سببك أوها تفسير كيف عين زمان دبي تفسير ده قاعدة كده خبيرة مرف. إذا ذكر الشيء مطلقا يراد به الفرد الكار. دمك أمراض صيغة وأصلي أو صورته نمطلق صورة أو صورتك أصل قاعدة خوازة كل سربة. بتعميمة صيغة وك سحر السحر جي كتب بري تعليم بوجامع مفهوم كده؟ إجا سببك دن جبه تفسيره هاني راهي يعني عين الزمان يكبه بيجي مصدر مشتق شيء ورنا نه أوجي خروجه عن صيغته مثلا الأصلية ضارب مشتقات تبع ضارب معدولة أما بيجي معدولة يضربوا دربه النتيجة ده أصل قاعدة جرائبة لكن وشا أم بيجي ضارب غير منصرفة بسبب وصفية ووزن شيء عدل وصفية نورة إجا قلنا والتي تقتضي الأصل والقاعدة أن يكون ذلك الاسم عليها كأني ورقة مشتقات تمام جبل ذلك ليه ثلاثة أصل قاعدة خوازة كل صيغة ثلاثة ليه ضارب أصل قاعدة نخوازة سر وزنا ضرب بكالمن أصلي من صيغة ضربية ما أصل ضارب الضربة وشاهد ما تفرق هذا نافا اسمه فاعله ومصدر ده نامنا كالمن إن شاء الله بلكي تشواكلية صيغاكي درخستي نكو خروج اسم الصيغة وي أصلي با صيغة كده تصرف صيغاكي شك كريه أخذ كريه درخستيه نكو تدي عدل نينا نب طريقة عدل آكو أم سري فيجا خبر ذكر إيه خسكات جي ولا يخفى كلمة في بانا برجعنا هم كتابة دا تشبه يعني أم تدي جمو كنت كتابة دا هاتية قلب دك نوري نتشك قناعتها الشخصية مرف شنتي أم كونا مصدري مشتقاتك أو ناب المبنية سلبية تفسيرية دجي واودا في بانا دها مقبول بالباطلين ولا يخفى أريه إجاب أبهية كنت ويجي هما بكي دوام فيها أصل قاعدة دحالك ولا يخفى أبجي نخوش معنا في بانا أن مقبول في فإذا كان الأمر كذلك لا يخفى أن صيغة المصدر تي صيغة مصدري كالمة ليست صيغة المشتقات ضرب آيدية ضرب آيدية شبو كالمة بشتيكو جو صيغته تي صيغته اسمه عن صيغته الأصلية صيغة وأصلي بإضافة صيغة ببال هائفة فبإضافة الصيغة لفظ الصيغة إلى ضمير الاسم يعني إلى الضمير الراجع إلى الاسم صيغته اسمه خرجت المشتقات كلها تمام مشتقات بدل تمام مشتقات جبال دركت تبكي صيغة مصدري مغايرة صيغة مشتقات نوري ابيا تمام جبالي دركب إضافة صيغة بال اسمه أو مشتق شيء اسم بقى شي فعل بقى أمانة تم جبال دركب إن شاء الله تشوف وأن متبادرة باسم فعلتي أو معنى كزو عجلة تيتا ذهن عمرف عطفة بسر صيغة واحدة عطفة بسر ولا يخفى أن صيغة المصدر ولا يخفى يعني فلا يخفى أن المتبادر من خروجه عن صيغته الأصلية ده متبادر دي ساعة صيغة وأصل دي ساعة إذا ذكر الشيء مطلقا تيما قو يراد به فهذه الكعبة خروجه وصيغة وأصلي أو متبادر أن تكون المادة باقية
مادة حروف باقي من بله والتغيير إنما وقع في الصورة فقط. التغيير هود صورة تندا بكال. فإذا كان الأمر كذلك تغيير بصورة تندا مادة باقي به فلا ينتقض تعريف عدله ناشكي بما حذف منه بعض الحروف. وان أسماء كهنك حرف جيت شو نحذفه قال ده كم أسماء محذوفة الأعجاز من كم أسماء محذوفة الأواسط من كم أسماء محذوفة الأوائل أو أسماء تشتك هنك حروف جوان شو بالحذف وقت شيء كالأسماء المحذوفة الأعجاز. أعجاز جمع عجزي عجز استخدمت مع قورك أبدي يعني باشي آخر ذبلنا تمام آخري اسمي اكتب حذفه أو جوارد من أسماء اكتب محذوف أسماء محذوفة الأعجاز بواناجي نشكيا بو مثل يد ودم يد دم ون أو واوية قالت لو من الفعل شيء صار غير قياسا معنوي نلقى قاعدة صرفي إن شاء الله تشبه أبد بدأ يد ودم أصلي بالشيء يد ين دم ون بو أصلي بأذى أبد بدأ أصلي بأذى مثلا وأنا تبي يد ودم حرف هيك حرفك جيب الحذف أبغانا ناشكي شيكي فإن المادة ليست باقية فيه مادة تدا باقينا ليش شو حذفية شو حذفية شو حذفية مادة باقينا يعني أولا تكلفات من الشأن التعريف وضوحها قالب أما تشينابه جيبوك تشينابه مجبوري يدشن بالبان تكلفاتها شيبو إن شاء الله أبيك ددو هو أن خروجه عن صيغته الأصلية متبادر خروج اسم صيغة أصلي يستلزم دخوله في صيغة أخرى لازم ياخذك دخوله صيغة كده يعني أي مغايرة للأولى صيغة كده كمغايرة بجئ أولانا oldu babo كبدين مغاير بجرا معنى مغايرة شيء دبي ولا يبعد أن يعتبر مغايرتها لها ندولة كبي اعتبار كل مغايرتها صيغة معدولة لها صيغة معدولة عنها أصلي في كونها غير داخلة تحت أصل وقاعدة ده كونها ويدا أري قالب باشي أنا أي بيشي دي مغايرة صيغة معدول معدول كنا داخل بدنا أصله قاعدة كده باشي أبلي وقاعدة كما كانت الأولى داخلة في أبلي كما كانت الأولى داخلة تحت يبقى إيه أول داخلة إيه ثاني نداخل بدنا أصله قاعدة إيه أماش فيها شوفوا مغيرات الشاذة فخرجت المغيرات القياسية مغيرات قياسي جبدل كده مش زمان مغيرات قياسي جبدل كده جبال دركت قال ليه مثلا مقام اصلي شيء مقوم اصلي باشي مقوم ما نقل حركه وبسر ما قبل وقف ساكن ابو مقوم واو الان ساكن الاصل المتحرر ما قل مفتوح قلبه باليف مقام دمتي مغايرة وجه ما قول نداخل الدنيا السوق إذا بدأ السوق قاعدة ورد خوازه أصلا كيجا واوا كل ما قبل مفتوح بقلبه باليف يا واوا ده أصل ده أصلي خدا ساكن به أنا ساكن به أصلي خدا متحرك به ما قبل مفتوح به دي قلبه باليف قياسية قياس ورد خوازه قاعدة ورد خوازه لبلي جاء مغيرات شاذة وتشابه أقواس أقوس أنيب أقواس أنياب أو تشوار
وقال وأما المغيرات الشاذة حكيك مغيرات الشاذة ايكو ند داخلي مقام او داخلي بني قاعدة دور قياس ورد قواس لمغيرات الشاذة وك أقوس أن يبي لجمع قوسي وجمع نابي أو أري فلا نسلم أنها مخرجة عن الصيغة الأصلية خطبانا مخرجة صيغة خوي أصلية أن تسليم نابي أن قبول ناكن شكي فإن الظاهر أن مثل أقوس وأن يبي من الجموع الشاذة أقوس أن يبي تجوان جموعي جمعي كشاذ ليست مخرجة عما هو القياس فيهما نا مخرج الجوين تشتكي قياس توان دا تشبو يعني أقواس وأنيابا دي أقواس أنياب او كان جمعك أقواس دي قوسي أقواس قسي وك عسي أري قسي قصي قصي قصو أري قصوي قصو اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت أحدهما بالسكون قلبت واويان بقصي ما دام بقصي ما دام سيني بدل كل كسجب مجانستها بيرا يجب محافظة بقصي يعني تجمع استل أقواس تدخواز يجي أنيا قصي من الجمل ليست مخرجة عما هو القياس فيهما يعني أقواس وأنيابا نجوى مخرج جبانانه بل إنما جمع القوس والناب ابتداء على أقوسين وأنيب على خلاف القياس قياس والناب خاصة دي أنا تلسيوتي بعصا جموعة من الركالة تدي فعل تجمع كلمة سرتشي فعل تجمع كلمة سرتشي فان بيتي باشي دي بعصا جمع أيضا الفياء بن مالك خوشك لسري سكنية خديجة رازي جيبوا إن شاء الله ابتداء على أقوس على خلاف القياس من غير أن يعتبر الجمع ما أول على أقواس وأنيابين هو إخراجه من إخراجه برفع الكلمة عطفة بصير جمعه نائب فعل يعتبر يعني من غير أن يعتبر جمعهما بيك باعتبار كل جمع قوس ونابي أولا ابتداء على أقواس وأنيابين هو إخراجه أو باعتبار كل إخراج أقوسين وأنيابين عنوبة أبيج أول قوس وناب هذا جمع كل سل أقواس وأنيابين ومج أقواس وأنيابين قياس توان أقواس وأنيابين أبيج إنجا ما جمع كل أقواس وأنيابين أو أقوس وأنيابين مجوان إخراج كلية درخستية وردينه بلكي ابتداء شوا تدي قوس وناب تجمع كل أقواس وأنيابين ابتداء جمع كل أقوس وأنيابين إن شاء الله تشيلوا لبالي وقال بعض الشارحين قد جوز بعضهم جائز ديرانا بعضك علماء تعريف الشيء بما هو أعم منه أريه تعريفها بتشتكي كعام ترشد أم بيجي إنسان تبيجي حيوان مثلا يعني حيوان عام ترشي نوري كينجي جائزة كيد منطق قربة بيناول المنطقة إذا قال فيها خشكت كمان أجر غاية تمييزاوي جما فوق ما عدا حيوانك وري مثال يعني تقول حيوان تي مثال جسمي نامي يا الجسمي مطلق غاية تمييزاوي جمانا بكالب إجا دبي قاوي كو لتعريف الشيء بما هو أعم منه جمعرفه اللي تيكو غاية سبب كوارد بيجي جبوك احتياجي بالبان تكلفاتها شيء بها كانوا غاية علتها شهد بقتير بس أنا بتمشت غاية نا دربو ضارب ووان مغيرات شاذة أم بعثها غير منصرفة بله
دفرداشي ام غير تعريفها اسبابها تمييزها اسبابها جهر من تمييزها وان جهر تشتيك وما عداي وان به تمام. افقاوك تقول غير منصرف خروجه عن صيغته الاصليه بو تعريفها بعمي براقة وجتك ببنيوي تي امام مغيرات الشاذة ومصدر وانجي جيبوا ان شاء الله بما هو اعم منه كنجي اذا كان المقصود منه تمييزه عن بعض ما عداه تي غاية تمييزه شيء جب معرفه بعد ما عداه جيبوا ان شاء الله جهن كاظم إيقاظ كل كان صورة تنكالم بو فيمكن أن يقال المقصود ها هنا دفرداشي معرف غير منصرف شيء عدل تعريف خروجه عن صيغة الأصلية فيمكن أن يقال المقصود ها هنا مقصود دفردا تمييز العدل عن سائر العلل سائر يا معنى جميع يا معنى ايه ماي قال قال طيب هدو معنى اشتي اللي بمعنى قري قالم دا شتري سؤر المؤمن تقول شفاء عن سائر العلل لا عن كل ما عدا وهم هتشتي كنا كم مشتقات كم مغيرات شاذة بالوسائل شبو ان شاء الله فحيث حصل بتعريف هذا التمييز شو وقتها وحاصل بتعريفها وهم غير منصرف شيء عدله بخروجه عن صيغته الأصلية التمييز هاني شيبو تمييزات بعد ما عدا أجواء عللتن لا بأس بك أعم منه لزرار لك بتعريف عن تربة جي معرفة ويش قابك ورا بشخو فحينئذ لا حاجة في تصحيح هذا التعريف احتياجنا ما تصحيح كرنا في التعريف ده تجبكم مشتقات ومغيرات شاذة وسائل السحر فحينئذ لا حاجة في تصحيح هذا التعريف إلى ارتكاب تلك التكلفات. شو سيت تكلف تاخذنا لو ما بود جمع شيء دي صيغة أصلي بوجرد دي تقول غير مادة باقي بو تقول صيغة أسيقر مغايرج ولا رابو أو تدي مغيرات شاذة إك أصل قاعدة يعني دخس كل سريبة إذا نجأ أصل قاعدة أول نابو قوس هاتنا جمع كل سر أقوس أنيوبي دي سي تأويل دايك صرف كنت عارفة بك جامع ومانع أقامك أثبت تمييزاش مع عدايبة أرسل قولي بعض علماء كنا تعريفها بأعم جائزة وش احتياجي بعض تكلفاته بعيد فهمت لي إذا الصلوان يعني جبوك التعليم ما معرف بك التعليم ما معرف بك وقت تمرينها يعني بلا ذهن طالبة إنك بلقة جبروي تدي ضام الرئة ودكل تسهيل دكل السربة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.